بصوا بقى النهارده الكيكايه بتاعتنا دي يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه. الكيكه انا بدات اعمل 4 بيضات، وبعد كده 3، وبعد كده 2، وبعد كده واحده. انما المره دي بقى احنا عاملين الكيكه بتاعتنا الجميله بلونها الجميل دي، وقد ايه هي ما شاء الله ناعمه وهشه وجميله كده. ولونها الجميل ده هقول لكم عليه انا عملت ايه. عاملينها النهارده من غير بيض خالص، ما فيهاش اي بيض تماما. تعالوا بقى نسمي الله كده مع بعض ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا كوباية من السكر، ومعايا كمان معلقتين كبار من بشر البرتقال، ومعايا كمان كوباية من الزبادي. الكيكاية بتاعتنا النهاردة من غير زبدة، من غير سمنة، من غير لبن. يا دوب حطينا بس كوباية الزبادي وبشر البرتقال، وكمان كوباية السكر وكوباية الا ربع من الزيت. مش هنحط اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين الكيك بتاعنا النهاردة كله في الخلاط كده. كيكاية هشة وجميلة جدا جدا جدا. هنضيف كمان الفانيليا وكمان معلقة خل كبيرة. تمام. حط لي بقى لايك كتير للفيديو، وعايزاكم تجربوا الكيكة النهاردة من غير بيض. وداعم بقى لغلاء التجار زي ما بيقولوا، هنشيل البيض خالص من الكيكة بتاعتنا ونعمل احلى صينية كيكة ما شاء الله جميلة جدا جدا. معايا دلوقتي كوبايتين من الدقيق، هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم معلقتين كبار جوز هند زي ما شفتوا كده. بصي، اي طعم انت حباه حطيه، اي حاجة انت حباها حطيها مفيش مشكلة. تمام. حطيت كمان، هنضيف كمان رشة ملح، وكمان نص باكو بيكنج باودر او كيك شيف زي ما شفتوا كده. حطيت رشة الملح، وحطيت البيكنج باودر زي ما شفتوا معايا كده. تمام. نقلب المكونات بتاعتنا دي كويس. اهم حاجة نكون نخلين الدقيق كويس جدا جدا، حتى لو هو نضيف ومتأكدة من نظافته لازم تنخليه علشان الهواء يدخل فيه كده. تمام. ويخلي الكيكاية بتاعتنا هشة وجميلة زي ما شفتوها كده. تمام يا قمر. زي ما انتوا شايفين كده ضربت بقى كل الخليط بتاعي. الكيكة بتاعتي لونها مصفر كده علشان قشر البرتقان كان كتير زي ما شفتوا، حتى معلقتين كبار كده يعني، برتقانتين كبار وبشراهم على المبشرة، وواخدة القشر بتاعهم الاصفر بس. نزلت بالخليط بتاعي كده. عايزه اقول لكم على حاجه، انا استخدمت كمان نص كوبايه ميه دافيه. تمام. حطيت ربعها في الخلاط علشان اساعد المكونات بتاعتي ان هي تتخلط كويس، والربع التاني ضفته على الكيك كده زي ما انتوا شايفين على الخليط، علشان يخف معايا شويه، ما يبقاش تقيل خالص، علشان ما تطلعش الكيكايه بتاعتنا مكتومه. تمام. لحد كده تمام. حط لي بقى لايك للفيديو، انا بفكركم اللي لسه دخلوا وما حطوش اللايك، وكمان كومنت حلو كده لأم ملك، وتجربوا الكيك الجميل بجد جميل جدا جدا من غير البيض. في ناس على فكرة ما بتحبش البيض تماما في اي اكل، وعندها حاسة كده اللي هو ايه، بتحس بزفرته في اي حاجة حتى لو هو مش ليه اي ريحة زفارة. تمام. فاحنا شلنا البيض خالص زي ما شفتوا كده من الكيكة، وطلعت جميلة ما شاء الله. مفيش اي حاجة ناقصة فيها، ولا طالعة مكتومة، ولا طالعة فيها اي حاجة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده جبت الصينية بتاعتي دي مقاس 28 ومدهونة كويس جدا. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة، اللي ما كانتش عايزة صينية مقاس 28 اعملوها في صينية مقاس 26، صينية اصغر من كده. تمام يا حبايبي. يعني دي كانت غلطة معايا، بس انا ما حبيتش ان انا افوتها، وقلت لكم عليها. تمام. خلي الصينية بتاعتك صغيرة شوية علشان تطلع معاكي مرتفعة، وتبقى القطعة كبيرة. في الوقت ده طبعا مشغلين الفرن درجة حرارة عالية، نظبطه على 180. هتاخد بالظبط معاكي نص ساعة مش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله على الطراوة اللي فيها، طرية جدا جدا وناعمة وهشة وخفيفة كده ما شاء الله. اللهم بارك. انتوا شايفين كمان من تقطيعة السكينة تحس ان السكينة ايه، بتغوص فيها كده. شايفين ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم فيها. كيك من غير بيض، كيك اقتصادي، نقدر نقول انه كيك صيامي كمان. تمام. لو حابة تشيلي الزبادي او كده وتعمليها بمية، تمام معاكي، مفيش مشكلة خالص في اي حاجة. على قد ما بنقدر بنبسط الوصفات بتاعتنا، وبنقلل من امكانياتها علشان كلنا نعرف نعملها.
تمام يا قمر. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله كيكة هشة وجميلة جدا جدا. لو حابة تستغني عن بشر البرتقال مفيش مشكلة، وهتطلع معاكي فاتحة عن كده شوية. تمام. حط لي بقى لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.